مصلحة البلد؟ الحديث عن مصلحة البلد يتحدث عن من يحيا في هذه البلد. البلد تحيا، البلد تعيش، الاقتصاد لا زال متماسك، وأي خبير اقتصادي سيرى أن الدولار لم يتحرك تحرك شديد أمام الجنيه يعلم أننا في اقتصاد ثابت وقوي. المسؤول عن كل تعقيد في العملية السياسية يحدث الآن، والمسؤول عن كل تدهور اقتصادي يحدث الآن، والمسؤول عن أي اختراق أمني وعن أي حالة من حالات تعريض سلامة المواطنين للخطر هو الرئيس محمد حسني مبارك بنفسه وبنظامه وبمعاونيه، ويسأل هو عن ذلك ولا يسأل أي مصري موجود في ميدان التحرير أو موجود في بيته. نعلم جميعا أن هذه الثورة نجحت، لن تتراجع، وليقل أي إنسان منهم ما يقول. ما تقلقوش من اللي يطلع عليك في التلفزيون يقال أن التفويض أو التنحي غير وارد، هذا يخص من يقوله، كل إنسان يخص ما يقوله. شارع المصري وميدان التحرير المصري اللي موجود في كل مدينة مصرية وفي كل شارع مصري يقول كلمته، وكلمة الشارع هي ما تخص الشارع. ولكم أن تعلموا أن العالم جميعه وراءنا وليس أمامنا، العالم جميعه يرانا ويحدد مواقفه ويقدرها على مواقفنا نحن وليس على مواقف النظام. النظام انتهى شرعيا، انتهى بالنسبة للعالم كله، العالم كله بصدد إعلان شهادة الوفاة، والحديث الآن أنه تصدر شهادة الوفاة الآن ولا تصدر شهادة الوفاة في خلال أيام أو شهور، ولكن هذا النظام انتهى. وأي شخص آخر يريد أن يوحي إليكم بأن هذا النظام موجود وله أي قيمة دولية بأي شكل من الأشكال، هذا هراء، هذا كلام فارغ. وأكد مرة تانية وهذا سأختم به، كانت ولا زالت الفكرة هي القائد والفكرة هي الملهم. هذه الفكرة هي استعادتنا لإنسانيتنا وحريتنا ومصريتنا. تمسكوا بإنسانيتنا، تمسكوا بحريتنا، تمسكوا بمصريتنا. شكرا لكم.